مساء الخير عليكم. معاكم إيناس حسنين. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. النهاردة معايا وصفة سهلة وبسيطة وجميلة تنفع للسحور، تنفع للفطار، تنفع للعشاء بعد رمضان ان شاء الله. بس هي جميلة قوي 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 وسهلة وخطيرة للسحور. حاجة بسيطة، وصفات سريعة. بس الأول اللي ما شافنيش قبل كده ينزل يعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو بتشوفوني على الفيسبوك اعملوا متابعة للصفحة نشوف احلى الوصفات عشان تنزل لكم احلى الوصفات وتوصل لكم اشعارات بيها. لازم تفعلوا زر الجرس عندنا على اليوتيوب، واعملوا متابعة على الفيسبوك، وانتظروني في احسن الفيديوهات واجدادها. شايفين الجمال والحلاوة؟ حاجة سهلة سريعة تقومي تفرحي بيها الولاد في السحور. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. وهننزل بالمقادير بتاعتنا. معانا بطاطستين كبار متقطعين شرايح وابتديت احمرهم، او لو العدد الاسره اكبر ممكن تعملي 3 بطاطسات او 4 بطاطستين كبار، يعني حوالي 500 جرام من البطاطس. قطعتهم شرايح، بس المقطع ده ما كانش ما تصورش للاسف. قطعتهم شرايح وحمرتهم في الزيت زي ما انتم شايفين. بعد كده جبت معلقه سمنه او زبده في طاسه، ومعايا بصلايه كبيره متقطعه صغير كده زي ما انتم شايفين. وهنبتدي نشوحها في الزبدة بتاعتنا او السمنة اللي يريحك، او زيت الذرة لو انتي مش عايزة تستخدمي سمنة. معايا معلقة توم مفروم او فصين توم، افرميهم كويس. وهنقلب لحد بس ما يا دوب تصفر كده، مش عايزاها تاخد لون. معايا 4 وحدات من السوسيس، قطعتهم شرايح زي ما انتوا شايفين كده، وضفتهم على البصل والثوم بتاعنا. حاجة مش تاخد منك 10 دقايق. شوية من الفلفل الألوان، أنا دايما بقطعه وأحطه في الفريزر. آه، شوية صغيرين، معلقة كده من الفلفل الألوان، يعني ربع واحدة أحمر ربع واحدة أصفر. تضيفيها أخضر، لو ما عندكيش ألوان حطي فلفل أخضر، مفيش أي مشكلة. مش بتحبي نكهة الفلفل بلاش منها، بس هي بتدي نكهة حلوة قوي. هنبتدي بقى نبهر شوية ملح، شوية فلفل، شوية من الثوم البودر، البصل البودر، شوية من البابريكا المدخنة. وهنبتدي نقلب التوابل بقى كده تطلع ريحتها جميلة معانا لحد ما السوسيس بتاعنا يستوي. شوية من الكزبرة الناشفة، وهنبتدي نرفعهم بقى من الطاسة كده. خلاص اتعملوا معانا. نجيب بقى البطاطس بتاعتنا في نفس الطاسة، انا ما حطيتش اي دهون تاني. هنرص البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، رصة حاولي تبقى جنب بعضها اهي. قفلتها خالص كلها زي ما انتوا شايفين. ابتديت ارش شوية من الجبنة الموزاريلا، دي اختياري عشان كله يمسك بقى في بعضه. لما الجبنة دي تسيح كله هيمسك في بعضه. وهنضيف الخلطة اللي احنا عملناها، وسويها كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين. معايا بقى 4 بيضات، وعليهم طبعا ملح وفلفل اسمر، ملح خفيف طبعا لان احنا حاطين ملح، شوية من الفلفل الاسمر. وهتغطي على الصينية دي على نار هادية خالص خالص خالص. ضيفي بقى شوية خضرة كده اختياري تدي لون بس مش اكتر، اللي مش بيحبها بلاش، بس بتدي نكهة كويسة. شبت وكزبرة خفيف زي ما انتوا شايفين كده. وهتستوي معانا على نار هادية خالص يا جماعة، وتغطي لحد ما تستوي تماما. شايفين الجمال؟ وطلعت من الصينية بكل سهولة، مفيش اي مشكلة خالص. مع عيش بقى، مع رز، مع اي حاجة انت عايزاها، بس هي في العيش خطيرة جدا طبعا. وجبة سحور مميزة.
او بعد رمضان ان شاء الله زي ما قلت لكم عشاء او فطار، جميله وسهله وسريعه وبألف هنا عليكم. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، هستنى تعليقاتكم، ما تبخلوش عليا بالكومنتات لان تفاعلكم معايا هو اللي بيشجعني، هو اللي بيخليني انزل لكم احلى الوصفات. دمتم بخير وكل سنة وانتم طيبين. كانت معاكم إيناس حسنين، وهجيلكم فيديوهات تانية كتير، انتظروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.